ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا الفيديو ده كان المفروض ينزل من اسبوع او من 10 ايام تقريبا، بس يعني الاحداث الجاريه مخليه البني ادم ما عندوش اي طاقه لاي حاجه، والحزن مخيم على كل انحاء العالم. لكن عزائنا الوحيد في النقطه دي انه العالم كله بدأ يشوف ويعرف مين هم رأس الإرهاب، ومين هم رأس العنصرية، ومين هم أساس القمع. وإن البالونة المنفوخة بتاعت حرية الرأي وحرية التعبير والديمقراطية وكل الكلام ده ما هو إلا هباء كلام وخلاص. وإنه نفس الدول أو نفس الناس اللي بتتكلم عن الحرية وبتنادي دايما بالحرية هم أصلهم أصل الإرهاب وأصل القمع. وإن الإسلام والعرب بريئين تماما من الإرهاب، والعالم كله بدأ يتغير ويشوف ويبحث بنفسه في هذه القضية المهمة جدا جدا جدا. وناس كتير جدا من المواطنين في الدول اللي بتدعم هذا الكيان المحتل بدأت تغير رأيها وبدأت تدرس كويس جدا وتعلم نفسها وتعرف فين الحق وفين الباطل، وبدأوا يتفاعلوا مع القضية بشكل مبهر. رغم ان الاعلام والحكومات بتاعتهم دايما مصدره لهم ان الطرف المعتدي ده هو الطرف المظلوم، وهو الطرف ان العرب هم اللي جايين عليه وما الى ذلك. كمان كسبنا جيل كبير جدا من اطفالنا ومن مراهقينا شافوا بعينيهم مدى الوحشية ومدى الإجرام اللي بيحصل من هذا الكيان المعتدي. والقضية هتفضل صاحية في دماغ الأطفال والمراهقين دول على مدى أجيال وأجيال، مهما كنا اتكلمنا ومهما كنا حكينا في كتب التاريخ عن بشاعة هذا الكيان المعتدي ما كناش هنقدر نوصل الفكرة زي ما هم شافوها بالظبط. دلوقتي الأطفال بيتكلموا عن هذه القضية. المهم ما اطولش عليكم. فيديو النهارده كتابين من سلسله كتب انقذت حياتي او كتب غيرت حياتي. الكتابين دول هيوفروا عليكم سنوات من الخبرة وسنوات من الدراسة، لان هم خلاصة تجربة اصحابهم. يعني اصحابهم عاشوا كل الكلام اللي مكتوب في الكتاب ده وجابوا لكم خلاصة التجربة. واول كتاب هو من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي، او Who Moved My Cheese. الكتاب ده صغير جدا، يعني هيخلص في نص ساعة. هو عبارة عن قصة ممتعة جدا جدا مناسبة لجميع الأعمار حتى الأطفال. هتخلصيه في نص ساعة ومداه وأثره هيفضل شغال معاكي مدى الحياة. القصة عبارة عن 4 أشخاص عايشين في متاهة. المتاهة رمز طبعا للدنيا اللي احنا عايشين فيها، والجبنة هنا رمز اي شيء احنا متعلقين بيه او عايشين عليه، زي البيت، الوظيفة، الارتباط مثلا بشخص معين، او ايا كان من الحاجات الجوهرية المهمة اللي حياتنا قايمة عليها. القصة عبارة عن ايه؟ انه الاشخاص دول عايشين في المتاهة 2 اشخاص و2 فئران. الفئران دول عارفين مكان الجبنة بتاعتهم، بيروحوا ياكلوا منها كل يوم ويحسبوا قد ايه الجبنة المتبقية. لكن الاشخاص ضامنين وعارفين مكان الجبنة، فبيروحوا في اي وقت براحتهم متأخرين وبياكلوا الجبنة ويمشوا من غير ما يحسبوا هي فاضل منها قد ايه. لحد ما في يوم من الايام الفئران جم راحوا علشان ياكلوا من الجبنه، ما لقوش الجبنه موجوده. الموضوع بالنسبه لهم ما كانش مفاجاه ابدا، لان هم كانوا عارفين وبيحسبوا الجبنه دي هتخلص امتى. لكن الاشخاص لما راحوا ما لقوش الجبنه اتفاجئوا وانزعجوا وحياتهم اتلخبطت، وازاي مين اللي حرك الجبنه من مكانها، وفضلوا قاعدين مستنيين الجبنه ترجع او اللي حرك الجبنه يرجعها. ولحد ما واحد فيهم زهق وقرر ان هو يقترح على صاحبه: ايه رأيك ما تيجي ندور على جبنة في حتة تانية؟ صاحبه انزعج جدا وقال له: ازاي؟ هي دي الجبنة بتاعتنا واحنا عارفين ان الجبنة بتاعتنا هنا، والمتاهة دي خطيرة جدا وانا مش همشي من هنا. افرض الجبنة رجعت، انا هفضل قاعد مستني الجبنة بتاعتي. فصاحبه عرف ان هو مفيش فايدة، فقرر ان هو يخرج لوحده. وخرج طبعا وهو خايف وحاسس بالخطر، وبدأ يدور في المتاهة ويكتب على جدران المتاهة بعض الحاجات اللي هو حاسس بيها. حس بالوحدة وحس ان هو عايز يرجع للمكان اللي بيحس فيه بالأمان مع صاحبه، ولكن بدأ يكمل مشواره وبالفعل بدأ يلاقي فتات من الجبن.
فرح جدا بالفتات اللي لقاه ده، وراح لصاحبه يقول له فعلا في جبن في مكان تاني، يلا ندور مع بعض. صاحبه فضل على رأيه وقال له انا مش همشي من هنا، انا عارف الجبنة بتاعتي هنا وانا مش همشي منها. زعل وعرف انه مفيش فايدة، وقرر ان هو يخرج لوحده يدور على الجبن. وبدأ بدل ما كان حاسس بالخطر وبالخوف، بدأ الموضوع يتحول معاه واحدة واحدة لمغامرة، وبدأ يكتب على جدران المتاهة حاجات من الحاجات اللي هو اتعلمها او الحاجات اللي هو حس بيها اثناء مشيانه في المتاهة. وكمان علشان لو صاحبه حب يتبعه في يوم من الايام يعرف يوصل له. في الوقت ده كان الفيران خلاص لقوا محطة تانية او مكان تاني موجود فيه جبنة كتير بانواع متنوعة، وبدأوا ان هم يستقروا وياكلوا من الجبنة دي. وفضل الشخص ده عمال بيدور في المتاهة ويدخل من مكان ويطلع من مكان لحد ما لقى المحطة اللي فيها الجبنة الكتير دي. من الحاجات اللي كتبها وهو ماشي على جدران المتاهة انه انا ممكن احقق ايه لو ما خفتش؟ طب انا لو خفت ايه اللي ممكن يتغير في حياتي؟ من الحاجات اللي كتبها كمان انه دايما دور على جبنة، حتى لو انت معاك جبنة دلوقتي دايما دور على جبنة تانية، لان كده كده الجبنة بتتحرك. اللي هو يعني دايما حط اهداف لنفسك مختلفة، وكل ما تحقق هدف دور على هدف تاني، لان الدنيا وطبيعة الدنيا متغيرة. ان كتب كمان انه التغير طبيعة في الحياة، وانه انت لازم تتكيف مع الامور ومع التغير علشان تقدر تعيش حياتك. من الحاجات المهمة اللي كتبها على جدران المتاهة انه استمتع بالمغامرة، لان انت لو ما استمتعتش مفيش حاجة هتتغير. انه لما حياتك هتتغير معتقداتك كمان هتتغير، واسلوبك في الحياة هيتغير. ما تخافش وخوض التجربة وهتقدر وهتوصل وكل الكلام ده. طبعا القصة دي مغزاها انه ما تفضلش جامد في مكانك، اتحرك ودور، ما تزعلش على اللي خسرته، دور في حتة تانية. الناس اللي خسرت وظيفتها او خسرت حاجة كبيرة جدا ومهمة بالنسبة لها وفضلت قاعدة وتبكي على اللي هي خسرته، هل اللي خسرته ده رجع لها؟ خلاص يعني التغير طبيعة في الحياة. التفاعل والمرونة مع الحياة هو اللي بيسهل الدنيا. مفيش حد حياته وحشة كليا، ومفيش حد حياته حلوة كليا. الحلو والوحش موجود، ودي طبيعة الحياة اللي ربنا خلقها. بس في حد بيضخم الوحش وبيفضل عايش فيه وبيعيش المأساة بكل تفاصيلها، وحد بيبقى على مستوى الحدث فاهم ان هي دي الحياة وبيقدر يتكيف ويطلع الحاجة الحلوة من قلب الحاجة الوحشة. فده كان البذرة او الفكرة العامة للكتاب ده. الكتاب حلو مفيد وممتع وكل حاجة. انا اصلا اديته لاولادي يقرأوه، بس طبعا كانت النتيجة مؤسفة، شخبطولي في كل حتة في الكتاب. بس انا يعني مش زعلانة منهم خالص، لان هم اتبسطوا وانا اتبسطت ان انا علمتهم حاجة جديدة او حاجة مفيدة ليهم في حياتهم. الكتاب كل ما قرأناه بدري كل ما استفدنا اكتر. ممكن تفصلي بيه بين اي كتب يعني تقيلة وعميقة، ده اول كتاب موجود. الكتاب التاني برضو عبارة عن كنز، كل ما قرأتيه بدري كل ما فهمتي، كل ما عرفتي تسيطري على دماغك وتفكيرك واهدافك وكل حاجة. والكتاب ده مهم ومفيد للمراهقين، للصغيرين، للكبار، لكل الاعمار. يعني الكتاب ده لكل الاعمار مفيد، وهو سندريلا سيكريت لهبة السواح. الكتاب ده كورس مكثف من التنمية البشرية اللي هيفيدك بشكل طريف ولطيف. الكتاب عبارة عن انه احنا اتربينا على قصص واساطير الاميرات، وانه دايما انه في شخص منقذ بيجي ينقذ الاميره من الظروف الوحشه اللي هي عايشاها علشان تعيش حياه حلوه، وبتنتهي القصه بالزواج. بس فاهم ايه ما بعد الزواج بقى؟ هي ماسكه بتتكلم في النقطه دي بشكل طريف جدا، ومستخدمه سندريلا، كلنا عارفين حكايه سندريلا كرمز للموضوع ده. ان سندريلا بعد ما اتجوزت الامير وكانت حاسه ان الدنيا كلها
ضحكت لها وان خلاص ما عادش عندها مشاكل خالص، بدأت ترجع تاني تشتكي من انه الامير مشغول عنها، وانها محتاجة سحر جديد علشان الامير يرجع يحبها وترجع مبسوطة. وراحت للساحرة اللي هي كانت عملت لها السحر علشان تروح الحفلة، علشان تعمل لها سحر تاني علشان يرجع شغفها للحياة. اتكلمت في نقطة مهمة جدا اللي هي التوازن. الإنسان أو حياة الإنسان عبارة عن مربعات كده بيحطها جنب بعض علشان حياته تكتمل. يعني أنا مش أم بس، مش مدرسة بس، مش أخت بس، مش ابنة بس، أنا أم ومدرسة وصديقة وابنة وزوجة وكل الكلام ده. فلازم يبقى فيه توازن في كل العلاقات دي، وقبل كل ده انا لازم يبقى فيه علاقة ما بيني وما بين نفسي. انا علشان اقدر اوازن ما بين كل جوانب الحياة دي لازم يبقى فيه علاقة ما بيني وما بين نفسي. لازم ابقى فاهمة نفسي، فاهمة هدفي، فاهمة انا كبني ادم بظروفي وبحياتي وبكل المعطيات اللي ربنا عطاها لي دي، ليا دور في الحياة مفيش حد تاني يعرف يقوم بيه غيري. فانا لازم افهم نفسي علشان اقدر اقوم بكل الادوار دي. قسمت الحياة لتنكات، او الادوار دي لتنكات لازم كل واحد فيهم يتملي علشان يحصل التوازن ده. زي تنك علاقتك بربنا، تنك علاقتك بنفسك، بزوجك، باصدقائك، بشغلك، بالدنيا، بالمجتمع، بكل الكلام ده. وطبعا التنكات دي اولويات من شخص لشخص. في شخص عنده العائله اهم من العمل، وفي شخص عنده العمل اهم من الصداقه، وفي شخص عنده، يعني الاولويات بتختلف من شخص لشخص. ولكن في النهايه لازم كل التنكات دي تتملي بشكل متوازن، بحيث ان احنا نقدر نحول الحياة لشكل لطيف، ونقدر نمشي في الحياة ونحقق الأهداف اللي احنا ربنا خلقنا علشان نحققها. سؤال عميق جدا من الأسئلة اللي احنا بنسألها لنفسنا، هو أنا ايه دوري في الحياة؟ يعني أنا كشخص ربنا خلقني ليه؟ أنا لازمتي ايه؟ أنا عايشة ليه؟ فهي في الكتاب بتساعدك ان انت تجاوبي على السؤال ده لنفسك، بتساعدك ان انت تقدري تدوري جوه نفسك وتطلعي الخبايا والاسرار اللي جواها. في نقطة حلوة جدا الكتاب ده هيعلمها لك، وهي ان اي معلومة هتعلميها لاي شخص في الكون هتفرق. فكرة تغيير العالم دي مش حاجة ضخمة. تغيير العالم بيأتي من تغيير الافراد. لو كل فرد غير في نفسه عادة، غير في نفسه سلوك، غير في نفسه ايا كان، وبدأ يعلم ولاده، او لو كان مثلا معلم بدأ يعلم تلاميذه، كل الكلام اللي هو غيره ده، فالعالم هيتغير. هو تغيير العالم مش صعب. يعني الكلمة تحسوا ان هي مكلكعة، لكن تغيير العالم بيجي من تغييرك لنفسك. الكتاب متقسم من جوه طبعا فصول، وكل فصل ليه عنوان من العناوين اللي ذكرت. انا مسؤولة عن حياتي طبعا، في ظروف، وفي حاجات خارجة عن ارادتنا، وفي حاجات بتحصل لنا في مشوارنا بتعطلنا، بتخلينا نغير خططنا، بتخلينا نعمل الخطة بتاعتنا بشكل غير اللي احنا كنا ناويين نعمله. ولكن في النهاية انا المسؤول عن سعادتي، وانا المسؤول عن ترتيب حياتي بالشكل اللي يخدمني ويخدم اهدافي. التوازن زي ما قلنا، انه اهم شخص تصاحبيه في الدنيا هو نفسك. اهم شخص تصاحبيه في الدنيا هو نفسك. ليه؟ لانك مجرد ما صاحبتي نفسك، عرفتي مزاياها، عرفتي عيوبها، قدرتي تحتويها، هتعرفي تصاحبي اي حد، هتعرفي تمشي بدون كلبشات، بدون حاجات تتقل رجلك عن مشوارك. وبس كده، ده كان الريفيو بتاع النهارده. اشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد، ومع السلامه.